أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض تفريزات اللحمة. عملنا مع بعض النوبة اللي فاتت تفريزات الفراخ، هنعمل النهاردة تفريزات اللحمة. معايا هنا كيلو ونص لحمة طازة كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طبعا لسه ما قطعتهاش، انا لسه جايباها من عند الجزار. ومعايا هنا آه اسمها ايه دي، عكاوي برضه مقطعها كده. هروح اغسلها كويس قوي، واغسل دي كويس قوي واقول لكم هنعمل ايه. معايا هنا حله هنزل بيها بالحتت الدهن دي، وانزل بيها باللحمه. طبعا بنشفها كويس من الميه. ولا حطيت سمنه ولا زيت ولا اي ماده دهنيه، بس اشوحها كده من غير اي توابل ومن غير اي حاجه. هنا برضه معايا حلة نفس الحكاية، احط فيها كده قطع العكاوي دي. الطريقة دي صحية. كده بقى هي نزلت ميتها، بس هي لسه طبعا مش هطفي عليها لما تشرب ميتها خالص وتبقى متحمصة كده فوق وتحت عشان تبقى صحية. طبعا البخار معاكس التصوير، بس اهي شايفين المية. وهنا برضه العكاوي برضه نفس الحكاية، قلبتها الناحية التانية برضه موطية عليها لغاية ما تنشف ميتها. زي شربت ميتها، بس لسه برضه لازم تتحمص شوية تاني. شايفين مبقاش فيها مية كده. افضل اقلب فيها لغاية ما تتحمص حلو. وعندي هنا العكاوي برضه نفس الحكاية. نقلبها على الناحية التانية. كده بقى اللحمة خلاص هطفي عليها واسيبها بقى اما تبرد. كده العكاوي لسه برضه مشربتش ميتها. السلام عليكم. النهارده بقى نعمل طريقة تخزين اللحمة
الطريقة الصحيحة من غير ما تفقد القيمة الغذائية بتاعتها. طبعا انا غسلاها كويس قوي، ومعايا هنا ملاية نضيفة زي ما انتوا شايفين كده، مخصصة للحاجات دي. بفرد عليها اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما ترجعيش تطلعيها من الفريزر وتغسليها تاني. لا، انا مش عايزاكي تغسليها، انا عايزاكي هتسلقيها على طول عشان كده تبقى محتفظة بالقيمة الغذائية بتاعتها. كده انا حطيت اللحمة كده كده في على الملاية، وبنشف كده جامد، بطلع منها اي مية. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كده نشفتها كده خالص. وهعمل ايه بقى؟ هعبيها في الاكياس على قد الطبخة، بس هطلعها من الفريزر على المية المغلية عدل، ما اسيبهاش بقى لما تسيح وتفك واغسلها تاني واعملها تاني. لا لا، ماشي كده. دي العكاوي اللي انا حمصتها، شايفين متحمصة ازاي. تشيليها بقى كده، طلعيها تحطيها في الشوربة على طول. ودي برضو اللحمة اللي حمصتها، شايفين ما شاء الله ناشفة، بس اول طبعا ما تتحط في الشوربة هتطرى. اقصد ان انا هنا عملت لكم الطريقتين. الطريقة الصحيحة الاولانية اللي انت بتحمصي اللحمة وبتشيليها كده، والطريقة التانية اللي انت بتغسلي اللحمة وتنشفيها وتشيليها كده تحطيها في الشوربة على طول. هنعبي الاكياس وكده بقى. خلصنا الاكياس. اهم حاجه ان انت تفرغي الكياس من الهواء كويس قوي وتقفليها. كده بقى عندنا اللحمه المتشوحه المتحمصه، وعندنا اللحمه اللي احنا غسلناها ونشفناها، ونطلعها نحطها في الشوربه على طول. نكمل كده. خلاص من اللحوم. وكده ابقى خلصت معاكم التفريزات. معايا هنا دبابيس سلقاها عشان تبقى جاهزة. برضو هعبيها في اكياس على اساس ان هي على قد الاكلة. بعملها بيض وفيجيتار، بتبقى تحفة جنب مكرونة او جنب رز اي حاجة. ومعايا هنا الستريبس قسمته برضو في الاطباق كده على قد الاكلة، ماشي زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا الفراخ المشوية هنا حطيتها في كيسين عشان مش هينفع احطها في طبق، ماشي. ومعايا هنا البانيه برضو تبلته وقسمته في الاطباق. يبقى زي ما انتوا شايفين كده، انا انجزت النهارده وشلت الحاجات دي. هتشيل من عندي تعب جامد قوي، عشان ان شاء الله لما نيجي في رمضان نبقى الصيام والعباده وبس، ما نشغلش نفسنا بالاكل. نطلع الاكل على اخر وقت ونعمله. شكرا. ولسه كده هحشي الفراخ في ريق وابقى اوريها لكم. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واستنونا بقى في تفريزات الطماطم والصلصة والحاجات دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واقول لكم السلام عليكم. استنوني في الفيديو اللي جاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامل معاكم فيديو اللي هو المفروض هنتبل شوية حاجات، شوية ستريبس، بانيه، دبابيس، عشان خاطر رمضان. طبعا الدنيا هادية دلوقتي والأسعار كويسة، ففرصة بقى ان احنا نجيبه ونتبل قبل ما الدنيا تغلى. معايا هنا التوابل طبعا بتاعت الاستريبس دي كتيرة جدا. في بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وكاري وكركم، وفي كزبرة، فلفل اسود، في بابريكا، في اللهم صل على النبي ملح، وفي زعتر.
الزعتر ده تحفة. ماشي، هنبدأ بيه بقى. معانا هنا معون او حلة ستانلس، بنحط فيها الاول الدقيق، وبعد كده بننزل بالتوابل، وبعد كده بمعلقتين نشا، وبعد كده بننزل بالبيض، يعني كل حاجة على بعضها. بقلب المكونات دي كده في بعضيها كويس قوي، وبعد كده بنزل معايا بكوباية مية كبيرة او كوباية لبن اللي موجود، اللي عندك اعملي بيه. وبقلب كده المكونات كويس قوي في بعض. زود شوية مية كمان، انا مش عايزاها ولا خفيفة ولا تقيلة عجينة، عايزاها تبقى كويسة كده متماسكة زي الكيك كده. خلاص كده قلبت المكونات في بعض. معايا هنا 2 كيلو ستريبس، غسلاهم كويس ونقعهم في خل وليمون، شطفتهم تاني. هعمل ايه بقى كده بقى؟ هعمل ايه بقى؟ انا هوريكم الخليط. بص الخليط عامل زي الكيكه ازاي، يعني ولا هو تقيل ولا خفيف، عشان يبقى الكفر يديله طعم حلو كده، يبقى باين فيه يعني. دلوقتي معايا الفراخ هنا زي ما بقول لكم، هنزل عليها بالخليط. وبقلبه في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. اغلف الفراخ كلها بالتتبيله، وبس كده. بروح بقى اعبيها. معايا بقى هنا البانيه زي ما انتوا شايفين كده، باخده غسلاه، كنت نقعاه وشطفاه كويس قوي. ومعايا هنا طماطمايه كبيره وقرن فلفل حامي نص يعني، ومعايا هنا 3 بصلات، ومعايا هنا التوابل اللي هي بابريكا وجنزبيل وفلفل اسود وكزبرة وبصل بودر وتوم بودر وملح وتوابل فراخ وشوية كركم صغيرين. هحط كل ده على بعضه واروح افرمه في الكبة. ومعايا هنا تلت كوباية عصير ليمون. وكده بقى طحنت كل الحاجات في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، التوابل والبصل وال والطماطم. بحطهم بقى كده على البانيه. ومعايا بقى برضو من قبل كده، يعني انا لما بكون عامله التتبيله دي وباجي اقلي البانيه بيطلع منه بيفيد، بشيله في كيس مش برميه، عشان يعني لو مش فاضيه بطلعه وبعمله تاني. بس التتبيله دي فيها توم، فعشان كده انا ما حطيتش في دي توم. هنزل عليها بيها كده. طبعا تتبيله تحفه. الفراخ بقى لما البانيه لما بيقعد فتره فيها في التوابل بيشرب من التوابل، بيبقى طعمه تحفه جميل جدا. يعني احلى حاجه في الفراخ والبانيه والاستريبس والحاجات دي والمشاوي ان انت تتبليها وتشيليها فتره في الفراخ، هتلاقي طعمها بيفرق معاكي كتير قوي. طبعا انا كده قلبت كله في بعضه، وهروح احطه بقى في اطباق، اقسمه واحطه في اطباق. وكده عملت
البصل والثوم والتوابل في الكبة، وحطيت عليها صويا صوص ودبس رمان، وحطيت المسترد اهو، واقلبهم في بعض واحطهم. انا جايبه هنا وراك مقطعاها كده نصين، دبابيس وحديها والجزء التاني لوحده، بحط عليهم كده التتبيله دي شوي، وبقلبهم في بعض. احلى تتبيله من المشاوي التتبيله دي. وكده انا خلصت برضو، هروح اعبيهم. ودلوقتي بقى هعمل تتبيله فراخ مشويه. معايا هنا توم باودر وجنزبيل وبابريكا وفلفل اسود وكزبره وملح، بنزل عليهم في الكبه. ومعايا هنا دي صلصة طماطم انا كنت عاملاها، باخد منها معلقة كده. ومعايا هنا معلقة هريسة شطة ونص معلقة توم، بنزل عليهم برضو في الكبة. ومعايا هنا بقى البصل ونص فلفل احمر حامي، وهعصر الليمون عليهم. وبعد كده هحط معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان ومعلقة زيت زيتون، واروح اضرب كل ده في الكبة. كده هعمل فريك عشان احشي فراخ بلدي. معايا هنا بصلتين كبار عشان هعمل كمية فريك، عشان استخدم اللي انا عايزاه، وبشيل الباقي عشان لما اجيب فراخ ما اتعبش، يعني يبقى الفريك عندي جاهز. كده حطيت معلقة سمنة كبيرة وبقلب. كده معايا نص معلقة توم، بقلبه في البصلة. واهم حاجة بقى في الفريك اللي بيخلي ريحته جايبة اخر الشارع، والفريك بيبقى طعمه مميز وتحفة، معلقتين كرفس. ماشي، هو انا بجيبه وبغسله وبقطعه وبشيله في الفريزر عشان تحتاجوا في حاجات كتير. هنزل عليهم معلقتين كرفس واقلب. بص انا شامه ريحه اول ما هاكل، شامين. انا بقى هنا مش بحمر البصله قوي، يا دوبك تصفر زي ما انتم شايفين كده. بنزل عليها بقرنين فلفل احمر متقطعين قطع صغيره خالص، وبنزل بالتوابل اللي هي ملح، كزبره، بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات، زعتر. ماشي، طبعا مش هحط شطه عشان انا حاطه حته فلفل حلو. بص بقى ما شاء الله شكلها جميل ازاي، وريحتها بجد قلبك الدنيا. لو جربتوها تدوقوني. الكرفس ده بيدي طعم حكايه للفريك. طبعا انا على الفريك بقاله بتاع نص ساعه، وانا عامله الكميه دي عشان عامله كيلو فريك يا جماعه، عشان اللي هيفوت مني اشيله. بص عامله التتبيله دي جامده يعني كتير. هي العادي لو انت هتعملي مثلا جوز فراخ بتعملها اقل من كده بكتير طبعا. كده بقى معايا الفريك اهو ما شاء الله غسلاه، فريك الضحى، تغسليه كويس قوي. طبعا هو مش محتاج يتنقع، بنزل عليه كده. ده كيلو فريك.
التتبيلة كده بقى على قد الكيلو بالظبط. طبعا انا هسيبهم على البوتاجاز، اقلبهم كويس قوي واسيبهم 10 دقايق بس، اقلب فيهم متواصل عشان خاطر الفريك يبقى معايا طري كده وحلو. كده خلصت الفريك بقى كده، هسيبه بقى لما يبرد خالص وبعد كده اروح احشي بيه الفراخ. ادي الفراخ اهي انا غسلاها كويس قوي ونقعاها، اروح اشطفها واحشي. وكده حشينا الفراخ اهي بالفريك ما شاء الله. وكده الفراخ المشوية، وكده الستريبس قسمته على اطباق، التتبيلة بتاعته تحفة. وهنا البانيه برضو التتبيلة بتاعته جميلة جدا. والحمد لله فرزنا اهو اول حاجة. نروح نشيلها بقى وكده نبقى في رمضان فاضيين بقى للصوم والصلاة، واحنا بنصلي الحمد لله وكل حاجة، بس في رمضان بقى بيبقى صيام والإرهاق وضغط الأكل وكده، فاحنا بنقول نريح دماغنا. نيجي هنعمل أكل نطلع طبق يفك نقلي، نعمل جنبه شوية مكرونة، وهعمل معاكم برضه الصلصة والحاجات دي. لو عجبكم الفيديو قولولي ايه رأيكم فيه، كويس ولا لأ، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم. وكده عملنا مع بعض احلى منتجات البان من 6 كيلو لبن بامانه. انا قناه بدون مونتاج، اللي بصوره بنزله زي ما يجي، وبقول لكم الحقيقه. مفيش حاجه اسمها بقى ان انا اجيب 2 كيلو لبن واقول انا طلعت منهم 2 كيلو زبده وقشطه، لا لا. 6 كيلو لبن بس اللبن دسم من مصدره، لبن بخيره بجد تقيل يعني، عشان كده طلع لي في حدود كيلو الا ربع زبده او اقل شويه، ومطلع لي بتاع كيلو وربع جبنه قريش، جبنه تحفه زي ما انتم شايفين كده، كريمي خالص ونضيفه، حاجه نضيفه ولا فيها شعر ولا شوائب. وطلعت منها جبنه كريمي تحفه زي ما انتم شايفين كده، حطيت عليها جبنه نستو وطلع بالجمال ده، جبنه كريمي تحفه. ده بعد ما اتحطت في التلاجة وتقلت. وعملت منها هنا لبن رايب، ان احنا بنعمله على عصاير ونشربه، بيبقى صحي جدا. وعملت هنا برضو لبن رايب بس شايلاه اعمل منه مخبوزات وكيكه، بيبقى تحفه في المخبوزات والكيكه. اللي انا اقصده هنا اني ما شاء الله 6 كيلو لبن عملت منهم ألبان البيت كله لفترة. عملت الزبدة وعملت الجبنة القريش والجبنة الكريمي. جبنة كريمي بنجيبها غالية جدا من بره. وعملنا اللبن الرايب للمشروبات والمخبوزات. وكده يبقى الفيديو مية مية وحاجة كده، بصراحة تحفة. يلا بينا نخش على الفيديو بقى خطوة بخطوة، ونشوف الطريقة دي جت ازاي وعملت كل ده ازاي، وبالنظافة والحلاوة والطعم ده كله. يلا نبدأ. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم فيديو حلو قوي بمناسبة الشتاء ورمضان جاي، فعايزين نعمل بقى ايه، نستغل الفرصة ونجيب لبن دلوقتي، احسن وقت في اللبن دلوقتي والزبدة، وتيجي نعمل مع بعض بقى لبن وزبدة وقشطة وجبنة كل حاجة، ولبن رايب زي ما انتوا عايزين. انا معايا هنا 6 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده، جايباه لسه جايني دلوقتي من مصدره، من الفلاحين يعني. لبن دسم جدا وتحفة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ناخد بقى كيس كده ونفضي اللبن، بس نرفع ايدينا لفوق عشان يدينا وش اللبن اللي من فوق اللي هو بيعمل. احنا هنحط دي كده 2 كيلو. طبعا اللبن ده نضيف، ونسمي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان خاطر ربنا يحسن ما بين ايدينا. كده
كده بقى حطينا 2 كيلو في حلة ستانلس كده. كده هنفضي ال4 التانيين في حلة زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزة اطول عليكم الفيديو. بصوا الوش اللي بيعمل من فوق. طبعا اللبن ده لو جاي متلج او انت شايلاه في التلاجة لازم تسيبيه لغاية ما يسيح وتدفيه على البوتاجاز، يعني يكون زي دمعة العين كده. اوعي تسيبيه وتنسيه، احسن انا مرة حطيته في البوتاجاز، دفيت البوتاجاز وحطيته ونسيت البوتاجاز ولع، وعلى بال لما افتكرت بعد ساعة لقيت اللبن مشقق وباظ. فخلي بالك لو هتحطيه ان هو يدفى، بس يدفى اكنك لسه جايباه محلوب دلوقتي، يعني تبقي واقفة جنبه كده. ده كده ربع كيس. بص الوش بيعمل ايه من فوق لما برفع ايدي باللبن. كده خلاص فضينا ال4 اكياس. نروح بقى نحطهم في مكان دافي ونستنى عليه كده 12 ساعة ونبص عليه. وكده طلعت اللبن من الفرن بعد قد ايه؟ بعد 13 ساعة. انا كنت حاطاه في الفرن دافي، ممكن ياخد معاكي اكتر ممكن ياخد اقل على حسب المكان اللي انت بتحطي فيه. بصي كده متجمد ازاي. وبرضو الحلة التانية هي كده. هنعمل ايه بقى؟ انا طلعته من البوتاجاز وحطيته في التلاجة بتاع ساعتين. بصي عشان تبقى القشطة تطلع معايا بسرعة. بصي القشطة بتطلع وحدها كده ازاي، ما شاء الله. بلم القشطة كده، حطها في الطبق. دي تعتبر بقى قشطة على أصولها، يعني خام خام، يعني مش مغشوشة زي المحلات وكده. طبعا الوقت مناسب دلوقتي لعمل الجبنة والزبدة، عشان احنا في الشتاء، في أول الشتاء. واللي عايزة بقى تعمل قبل رمضان تلحق تعمل عشان خاطر تبقى حاجتها موجودة. كده احنا خلصنا بقى الحلة دي. نروح للحلة التانية. دي الحلة التانية برضو عامل فيها نفس الحكاية، بس انت لازم تحطيها في التلاجة عشان بصي القشطة بتطلع بسهولة جدا، يعني بتطلع متجمدة وبتطلع سهلة في ايدك. بصي هي عاملة طبقة لوحديها من فوق كده. بس ما شاء الله حتى بتتنى لوحدها ازاي. بشيلها احطها برضو في الطبق. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. ده خير يا جماعة والله، ما شاء الله. ربنا يدوم على نعمة ويرزق كل محتاج يا رب.
احلى حاجة بقى ان انت بتعملي حاجتك بايدك. عارفة ضمناها وعارفة انت عاملاها ازاي، وفي نفس الوقت خير في بيتك بتعمليه. نيجي بقى هنا للجبنة القريش. بص الجبنة عاملة ازاي، ما شاء الله، تحفة. شايفين؟ ده لبن يا جماعة جاموسي أصلي، مش مغشوش ولا عليه مية ولا أي حاجة، عشان كده طالع دسم ومطلع قشرة حلوة، والجبنة ما شاء الله متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى هعملها جبنة قريش. هعمل ايه بقى؟ هرش عليها شوية ملح على حسب ما انتي عايزة يعني. أنا ما بحبش الملح فيها كتير، يعني تكون يعني يا دوبك كده مقبول. ماشي، وبقلبها عشان الملح طبعا ايه يدخل فيها كلها. ممكن تعملي منها جبن كتير على فكرة. انا خلاص كده قلبتها كلها. عندي بقى هنا مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وتحتيها حاجة كده. حطيت حتة شاشة مخصصاها انا للجبنة يعني كده، عشان انا ما بشتريش جبنة يا جماعة والله من بره. الجبنة الفلاحي انا اللي دايما بعملها كل ما بتخلص، والجبنة الكيري والزبدة كل حاجة بعملها في البيت. بس كده هنزل عليها كده بالجبنة ما شاء الله. حاجة جميلة بصراحة، يعني الواحد بيبقى فرحان وهو بيعمل حاجته بإيده، والخير ده قدامه، وربنا يدومها نعمة يا رب. طريقة سهلة جدا. ولا الزبدة رفعت طبعا ب300 جنيه، وفي ناس بتبيعها أكتر من كده، على حسب المكان والمنطقة، وممكن ما تبقيش ضامنها أوي يعني. ماشي، كب بقى الباقيين بالحلة كده وخلاص. ما شاء الله، شايف جبنة مطلعة جبنة قد ايه. وكده انا سويتها عشان خاطر انا ما عنديش حصيرة، مش لازم حصيرة يعني، بسويها كده عشان تطلع مربعة واعرف اقطعها حلو. طبعا دول ال4 كيلو الاولانيين اللي هم هعملهم كلهم جبنة قريش. طبعا بغطي وبلفها بربطها جامد، وبحط عليها حاجة تقيلة، رز، دقيق، كيسة دقيق، اي حاجة، حاجة محملة يعني عشان خاطر تصفي المية بتاعتها، يعني سيبها 5 6 ساعات كده. نيجي بقى للحلة التانية اللي هي كان فيها 2 كيلو بس، برضو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين؟ تحفة. ما فيهاش طبعا عشان لبن دسم وخام، مش مطلع الشرش كتير يعني. انا دول بقى مش بعملهم جبنة، انا بعمل ايه بقى؟ باخد منهم جزء كده بضربه في الخلاط وبعمله لبن رايب، وبحطه في علبة وبشيله في الفريزر، اخبز منه، احط منه على الكيكة، بيبقى تحفة بصراحة. ماشي، وبنشرب منه على فكرة، ساعات بعمله برضه احط عليه فراولة، احط عليه اي حاجة. اهو حطيت في الطبق كده، هروح اضربهم في الخلاط واوريهولكم. كده بقى انا عملت عصير الرايب اهو في الخلاط. بنزل كده في العلبة الاول، انا بحطه في العلبة كده وبشيله. ماشي، اللي هو بعمل منه المخبوزات والكيك، وده بعمله لبن رايب بفواكه، تحفة، بيبقى جميل جدا. وكده خلصنا اللبن الرايب، ندخل بقى على حاجة تاني. يا رب تكون الطريقة دي عجبتكم. كده بقى معايا الكبة ومعايا القشطة اللي طلعت، طبعا هحولها لزبدة. انا بشيلها كده وبحطها في الكبة، انا
انا حطيتها بس في التلاجة تجمد شوية تتمسك شوية. ما شاء الله مطلعه كمية حلوة اوي عشان اللبن دسم. بس مفيش بقى واحدة تيجي تقولك عملت كيلو زبدة من 2 كيلو لبن ولا من 5 كيلو لبن. لا لا لا، هو اللبن الدسم الجامد قوي بيطلع كيلو زبدة، ولو مش دسم يبقى 10 كيلو عشان معروفة يعني. وممكن يعمل كيلو حاجة بسيطة اللبن الدسم عشان يبقى فيه مصداقية. بس ما يجيش يبقى معايا 3 كيلو لبن واقولك طلعت منهم كيلو قشطة. مفيش الكلام ده خالص. كده انا هروح بقى اضربهم في الكبة وارجع لكم. كده بقى عملت القشطة في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. عملتها اول ما فصلت، يعني انت بتحطها في الكبة وتشغلي الكبة واحدة واحدة مش متواصل، هو تبوظي الكبة. لو الكبة بتاعتك ضعيفة ممكن تعمليها على ايدك بمضرب او تضربيها بايدك لغايه ما تجمع معاكي كده. اول ما تجمع معاكي وتفصل بقى اللبن عن القشطه تعرفي ان هي بقت زبده ومية مية. بنعمل ايه بقى؟ معايا هنا ميه متلجه. بعمل ايه بقى؟ زبده كده بلمها واحطها في الميه الساقعه، هي تجمع برضو لوحديها. وكده زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الزبدة. طالعة زبدة ريحتها تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا، طبيعية، حاجة بقى أصلي أصلي، ولا فيها غش ولا فيها أي حاجة. بغض النظر بقى عن تمنها غالي ولا رخيص، لا انت بتعمليها في البيت وضامنة ان دي زبدة مش مغشوشة، زبدة مية مية. وتقدري تحوشي لو انت عايزة تحوشي من هنا لرمضان. ممكن تعملي الموضوع ده مثلا كل أسبوعين، هتيجي على رمضان هتلاقي نفسك معاكي يعني 2 3 كيلو زبدة، مش هتحتاجي حاجة. المهم المصداقية ان انا زي ما بقولك كده هي في حدود كيلو الا ربع الا ازيد. انا ما عنديش ميزان او عندي ميزان ومفيهوش حجارة في الوقت الحالي، فانا مش برتبط هي بتطلع قد ايه، انا بعمل ايه حلو واصلي ونضيف ليا بس كده. وكده بعد ما خلصنا وجمعت الزبدة على بعضيها وده اللي طلع منها. ما شاء الله شايفين دسم ازاي وتقيل ازاي. ده بيدل على ان اللبن فعلا نضيف ولبن خام بخيره زي ما قلت لكم. ده طبعا مش بنرميه في قطع صغيرة زبدة، ده برضه بنعمل بيه منه احلى كيكة واحلى مخبوزات، بنعجن بيه فايش، بنعجن بيه قرص. المهم ان مفيش حاجة بتترمي. وفي أضعف الإيمان ممكن نحطه على الجبنة القديمة والمش. ماشي. معانا زبدة هنا بعد ما اتجمدت زي ما انتوا شايفين كده، طالعة تحفة نضيفة. شايفين كده؟ يبقى طلعنا معانا الزبدة اهي ما شاء الله، عاملة بتاع كيلو الا ربع. ما انا عاملة 6 كيلو لبن ولبن بخيره، فعشان كده اللبن تقيل فطلع ايه، طلع حبة حلوين. طبعا انا بعمل الموضوع ده كل شهر، يعني بيبقى عندي اكتفاء ذاتي من جبنة القريش ومن الزبدة ومن الجبنة الكريمي والحاجات اللي انا بخبز بيها ولبن رايب. ماشي كده خلصنا الزبدة وقلنا ده هنخبز بيه. نروح بقى للخطوة اللي بعد كده. معايا بقى هنا بقيت 2 كيلو لبن. طبعا انا خدت منهم عملت منهم رايب وخليت دي هعملها جبنة كريمة. ماشي. معايا هنا قطع الزبدة في حدود 100 جرام، ومعايا هنا 5 قطع جبنة نستو، ومعايا هنا ملح. هملح كده بس مش قوي برضو اهو. حطيت الملح واحطها هي بقى في الخلاط كده. بقى انا حطيت الجبنة
او اللي طلع من اللبن في الخلاط. ومعايا هنا الجبنة النستو قشرتها، ومعايا هنا قطعة زبدة حلوة هحطهم بقى في الخلاط. واحط قطعة الزبدة اللي انا لسه عاملاها معاكم، واحط بقى حبة ايه بقى اللي هو طلع من الزبدة. هحط حبة صغيرين بس عشان امشي الخلاط عليهم. شايفين نازلة دسمة ازاي؟ اروح بقى اضرب كل ده في الخلاط. وكده عملنا الجبنة في الخلاط، الجبنة الكريمي. معايا بولة ناشفة خالص مفيهاش نقطة مية، بنزل عليها كده الجبنة. ما شاء الله جبنة كريمي تحفة. طبعا هي كل ما بتقعد كل ما بتتقل. طبعا جبنة غنية جدا، فيها الزبدة وفيها الجبنة النستو وفيها اللبن الأصلي بتاعنا، حاجة كده تحفة. كده بقى جبنا القريش بعد ما قعدت كذا ساعة، بس ما شاء الله. نفتح الشريط مع بعض. شايفين؟ هحطها في طبق واقطعها معاكم. كده طلعنا مع بعض اجمل جبنة قريش تحفة كريمية خالص. بص حاجة كده، لا مش جبنة قريش، دي حاجة تحفة بصراحة. طبعا هي عشان كريمي جامد مش مستحملة، يعني انت ممكن بعد ما تطلعيها من الحتة الشاش تحطها في التلاجة شوية. اكنك بتاكلي جبنة تلاجة مش جبنة فلاحي. وكده احنا قطعناها كده مع بعض، نحطها في بولة. وكده بقى حبايبي منتجاتنا من 6 كيلو لبن. قسما بالله من 6 كيلو لبن، كل الخير اللي انتوا قدامكم ده والتوفير اللي قدامكم ده من 6 كيلو لبن. يعني احنا دلوقتي عملنا آه كده عملنا مع بعض احلى طبق قشطة. زي ما انتوا شايفين كده جمعناها من اللبن المغلي، طعمها احلى من القشطة التانية اللي بتطلع من الجبنة القريش والحاجات دي احلى، طعمها احلى بكتير قوي. وخصوصا بقى لما تحطها مع عسل نحل او مع مربى سندوتشات كده يعني. ولو انت عايزة تعمليها زبدة بتجمديها في التلاجة شوية، في التلاجة من تحت، وبعد كده تعمليها في الكبة او تعمليها بمضرب او بايدك، بتبقى برضه زبدة تحفة. نروح بقى نحطها مع بعض في التلاجة، نجمدها ونعملها زبدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل الفيديو اللي احنا بدأناه، فيديو اللبن. وعملت معكم فيديو الأسبوع اللي فات عملت منه زبدة وقشطة وحولتها لزبدة، وعملت لبن غرب، وعملت جبنة قريش وجبنة كريم. النهاردة بقى هنعمل فيديو ان انا هجلي لبن كمية وبيته في التلاجة واطلع منه وش، واوريكم بقى الطريقة هتيجي ازاي. انا معايا كده 4 كيلو لبن، حتى هو باين من الكيس بوست ان هو دسم جدا، من مكانه برضه من مصدره اللي انا بجيب منه على طول. هفضيهم معايا هنا حلتين، هفضيهم على حلتين واروح اغليهم. وكده بقى فضيت اللبن، كل حلة حطيت فيها 2 كيلو لبن. شايفين الوش قبل ما اغليه وقبل ما يعمل حاجة؟ شايفين الوش عامل ازاي واللبن دسم ازاي؟ وبرضو الحلة التانية برضو حطيت فيها 2 كيلو. هروح بقى نغليهم على البوتاجاز مع بعض. كده حطيت اللبن يغلي وبحركه كده، بقلب فيه عشان خاطر اطلع الوش الفوق على قد ما اقدر. دي اول حلة. دي الحلة التانية، بصوا عمل وش ازاي.
برضو بعمل فيها زي الحلة الأولانية، هفضل واقفة جنبه وأقلب هنا شوية وهنا شوية لغاية ما يغلي. شايفين الوش، شايفين دسامة اللبن عاملة ازاي. شايفين وانا بقلب الوش بيطلع لفوق ازاي. تحركي كده طول ما هو بيغلي عشان خاطر تطلعي القشطة لفوق، عشان يطلعلك اكتر كمية قشطة ممكنة. هو طبعا بيغلي، بس انا مش اول ما بيغلي بنزله، انا بسيبه بيغلي شويه كتار واقلب فيه كده عشان خاطر لو اي ميكروبات او اي حاجه ما تبقاش فيه. لازم ان هو يقعد على البوتاجاز فتره وانت بتقلبي فيه كده وهو بيغلي. طبعا قبل ما يفوق بحط فيه المعلقه وبقلب فالفوران بيقف. دي اكتر حيله بتطلعلك قشطه دسمه. بصي هو بيبتدي يغلي واحنا مقلبه، يوقف بقى غليان. كده بقى خلاص انا طفيت عليه، هو غلي كتير. هنشوف الحلة التانية. كده بقى اللبن بعد ما برد ما شاء الله عامل وش، السمنة باينة في الوش. شايفين دسم قد ايه. هروح بقى احطه في التلاجة لغاية تاني يوم. كده بقى اللبن بعد ما بيته ليلة في التلاجة، بص عامل وش ازاي. والحلة التانية كده زيها. معايا معلقة هنا هلم بيها القشطة. ما شاء الله شايفين القشطة عاملة ازاي. احنا قلنا كل حلة فيها 2 كيلو لبن، غالية فيها 2 كيلو لبن. هناخد بقى الحلة التانية. طبعا اللبن ده هنعمل بيه ايه بقى. احنا هنعبيه في ازايز ونحطه في التلاجة. لو انت هتطولي فيه حطيه في الفريزر وطلعيه قبل الاستخدام. ده للناس اللي هي مش عايزة تعمل يعني جبنة قريش زي الفيديو اللي فات. انا عاملة فيديو طبعا كلكم شفتوه، اللي انا عاملة فيه زبدة وقشطة وزبدة وجبنة قريش ولبن رايب وجبنة كريمي. فيديو حلو اوي. ده التكملة بتاعته. ماشي. كده بقى الحلة التانية. بصوا ما شاء الله الوش قد ايه.
الوش ده بقى عايزة تعمليه سندوتشات ماشي، عايزة تسيبيه شوية يتجمد برضه في التلاجة وتعمليه في الكبة زبدة ماشي زي ما انت عايزة. احنا النوبة اللي فاتت اشتغلنا في 6 كيلو لبن، دول 4 بس، عشان كده يعني النوبة اللي فاتت طبعا ال6 كيلو كانوا مطلعين وش جامد اوي، وكده احلى قشطة طلعناها زي ما انتوا شايفين كده جميل. عايزة بقى زي ما بقولك اعملي فيها اللي انت عايزاه. عايزة تضربيها في الكبة وتعمليها زبدة ماشي، تضربيها بايدك وتعمليها زبدة ماشي، بمضرب ماشي، في كل الاحوال هتنفع. عايزة ان انت تعمليها سندوتشات او تحطيها على عسل، دي بقى القشطة دي احلى من القشطة بتاعت اللبن اللي احنا بنسيبه يروب، يعني القشطة دي احلى منه في الاكل يعني. يعني انت لو حطيتيها على عسل او على مربى هتبقى تحفة ماشي. كده بقى انا مليت اللبانة منه ماشي، واروح اعبي الباقي في ازايز وتشيليه في الفريزر. اللبانة بقى هنستعمله نشربه ونعمل منه نسكافيه، نعمل منه مكرونة بشاميل، اي حاجة يعني مش هيخسر. للناس اللي هي عايزة لبن تستخدمه، يعني خدي القشطة اعملي بيها اللي انت عايزاه، تعملي بيها زبدة، تعملي بيها اي حاجة، واللبن موجود تستعمليه في اي حاجة. كده نقلت القشطة في طبق تاني عشان احطها في التلاجة من تحت تتماسك، عشان اعرف اضربها يعني في الكب. بس طبعا الكمية مش كتيرة زي اللبن اللي احنا بنسيبه يعني في فترة على بال ما يتعمل. وكده انا نقلت القشطة في طبق كبير عشان اقدر اتحكم فيها واعملها بايدي، مش هعملها في الكبة عشان الناس اللي ما عندهاش كبة او اي ظروف تعملها بايديها عادي. هي كده انا هحط ايدي واشتغل كده لف لف في القشطة بسرعة كده. هضرب فيها شوية عشان ما اطولش الفيديو عليكم، ارجع لكم. كده ابتدت تجمع معايا اهو. هو في الكبة طبعا اسهل عشان خاطر ايه، لو معاكي كمية هتتعبي، بس عشان انا معايا حاجة بسيطة وعشان اوري للناس اللي هي مش هتعرف تعملها في الكبة او مفيش كبة. بضرب طبعا متواصل برضو لغاية ما تتقل، هي ابتدت تتقل وتجمع معايا، هستمر لغاية ما ايه تتقل. انا مش عايزة افصل عشان يبقى في مصداقية ان انا بعملها بايدي، بس هاخد وقت جامد. بص انا عمالة اضرب متواصل، هي ابتدت تتقل جامد، طريقة ناجحة دي برضه، بس عايزة طولة بال. بص بص بتتقل ما شاء الله ازاي اهي. لحظة التجمع ده بقى انا مش هفصل الفيديو. احلى لحظة دي بقى اما تحسي ان انتي فعلا عملتي حاجة. بصي ما شاء الله تقلت ازاي يا جماعة. القشطة بتاعت 4 كيلو لبن. بصوا ما شاء الله جمعت لوحدها ازاي، ما شاء الله الله اكبر. طبعا برضو انا بكورها وبعصرها كويس من السوائل اللي فيها، برضو هحطها في ميه ساقعه بس هسيبها تتلج شويه. هو الجو ساقع اصلا وهي كانت في التلاجة فجمعت معايا ومتماسكه يعني، بس لازم اضرب برضو شويه اما تفصل ميتها.
برضو هتطلع في حدود نص كيلو زبدة، بس زبدة طبعا أصلية وجميلة وتحفة، وهو ريحتها تحفة أصلا قبل ما تتسيح وقبل ما تتجمع. وبرضه لو عايزة تستخدم منها حتة تعملي منها سندوتشات، دي بتبقى أحلى من التانية بقى، أحلى من إن انتي تخمري اللبن وتسيبيها. دي بتاعت اللبن بتبقى أحلى في الأكل وأحلى في السندوتشات. شايفين ما شاء الله الزبدة عاملة ازاي؟ تحفة. بس أنا تعبت قولولي بقى تسلم ايدك، عشان التعب اللي أنا تعبت هضرب فيها شوية كمان عشان تفصل المية وارجع لكم. بس انا اقصد ان انا اوصل لكم الطريقة الصحيحة. انت ممكن تعمليها في الكبة، طبعا اسهل بكتير، بس اللي ما عندوش كبة هيعملها كده وبرضه ناجحة وجميلة. وكده بقى حطيتها في المية المتلجة عشان تتغسل كويس، عشان ما تجيش وانت بتقدحيها تخس. وبطلعها، شايفة ما شاء الله متماسكة ازاي. هعمل التانية زيها. اللي عايز بقى يشوف الفيديو الاولاني اهو، يروح يشوفوا ان انا عملتها من 6 كيلو لبن. عملت برضو كيلو الا ربع زبدة من 6 كيلو لبن. آه طبعا الطريقة كلها موجودة في الفيديو اللي قبل كده، لو حد عايز يروح يشوفها عشان يفصل بقى، هو عايز يعمل بلبن القشطة والزبدة من اللبن المغلي ولا من اللبن اللي احنا بنبيته لتاني يوم. والطريقة اللي تريحك اعملي بيها. لو انت مش عايزة جبنة قريش، خلاص اعمليها من اللبن المغلي، وانت كده كده اللبن الباقي تستفيدي منه، تسقيلي ولادك، تعملي منه مخبوزات زي ما انت عايزة. الطريقتين قدامك. والفيديو اللي فات كان جامد جدا عشان طلعنا منه جبنة قريش وطلعنا منه جبنة آه جبنة مزبدة، جبنة كريمي يعني، وطلعنا لبن رايب وطلعنا رايب للمخبوزات. وكان فيديو حلو قوي ودسم كده. لو عايزين تشوفوه ارجعوا شوفوه. انا كنت منزلاه الاسبوع اللي فات. اروح بقى كده ابدا اسيح معاكم الزبده. بصي بتنزل الميه اللي فيها ازاي. وكده عملنا مع بعض احلى منتجات البان من 6 كيلو لبن بامانه. انا قناه بدون مونتاج، اللي بصوره بنزله زي ما يجي، وبقول لكم الحقيقه. مفيش حاجه اسمها بقى ان انا اجيب 2 كيلو لبن واقول انا طلعت منهم 2 كيلو زبده وقشطه. لا لا، 6 كيلو لبن بس لبن دسم من مصدره لبن بخيره بجد تقيل يعني. عشان كده طلع لي في حدود كيلو الا ربع زبدة او اقل شوية، ومطلع لي بتاع كيلو وربع جبنة قريش. جبنة تحفة زي ما انتم شايفين كده، كريمي خالص ونضيفة، حاجة نضيفة ولا فيها شعر ولا شوائب. وطلعت منها جبنة كريمي تحفة زي ما انتم شايفين كده. حطيت عليها جبنة نستو وطلع بالجمال ده، جبنة كريمي تحفة. ده بعد ما اتحطت في التلاجة وتقلت. وعملت منها هنا لبن رايب، ان احنا بنعمله على عصاير ونشربه بيبقى صحي جدا. وعملت هنا برضو لبن رايب بس شايلاه اعمل منه مخبوزات وكيكة، بيبقى تحفة في المخبوزات والكيكة. اللي انا اقصده هنا اني ما شاء الله 6 كيلو لبن عملت منهم ألبان البيت كله لفترة. عملت الزبدة وعملت الجبنة القريش والجبنة الكريمي. جبنة كريمي بنجيبها غالية جدا من بره. وعملنا اللبن الرايب للمشروبات والمخبوزات. وكده يبقى الفيديو مية مية وحاجة كده. بصراحة تحفة. يلا بينا نخش على الفيديو بقى خطوة بخطوة ونشوف الطريقة دي جت ازاي وعملت كل ده ازاي وبالنظافة والحلاوة والطعم ده كله. يلا نبدأ. كده بقى بعد ما خلصنا السمنة وحطيناها في البطرمان وبردت زي ما انتوا شايفين كده، شايفين ما شاء الله مرملة وتحفة. شايفين بقى حلاوتها.
تحفة. ولا تحطيها بقى في التلاجة ولا تحطيها في بطرمان بلاستيك، لازم تحطيها في بطرمان ازاز عشان تحافظ على الترميلة اللي انت شايفاها دي. سمنة بلدي بقى على حق. وكده ال3 كيلو عملوا البطرمان ده والبطرمان ده، وعملوا شوية المرطة العسل اللي ريحتهم قلبة الدنيا، وانا مش قادرة اقاوم مع ان هي غلط عليا يعني، بس مش مشكلة، الف هنا وشفا للعيال. اللي اقصده بقى هنا ان احنا كده عملنا اقتصاد وتوفير وحاجة نضيفة في البيت. طبعا الفيديو اللي فات عملناه ب6 كيلو لبن، طلعنا منه جبنة وقشطة برضه، وعملناها برضه زبدة وطلعنا منها جبنة كريمي ولبن رايب وكريمة نعمل منها مخبوزات. ده برضه نفس الحكاية، 4 كيلو لبن غليناهم وحطيناهم في التلاجة كده يوم بحاله، وطلعت عملت وش زي ما انتوا شايفين الفيديو كده. يبقى احنا كده عملنا من 10 كيلو لبن ما شاء الله كمية سمنة وجبنا قريش وكل حاجة احنا محتاجينها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكملوا بقى بالفيديو الاولاني هنزله لكم، واقول لكم السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود علينا وعليكم على أمة محمد في كل بقاع الأرض بالخير. باي باي. وكده أنا عندي حلة هنا كبيرة، هحط فيها بقى الزبدة اللي أنا حوشتها تسيح، واحط بقى دي الزبدة اللي انا محوشاها من قبل كده، واحط بقى الزبدة اللي انا لسه عاملاها برضو، واحط كيس تاني عشان خاطر ان انا اسيحها، وده الخزين بتاعي بقى بتاع رمضان. كده بقى حطيت الزبدة كلها الكمية كلها تسيح زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي كرة كبيرة. بصي بقى انتي كل شوية هتقلبي الزبدة، تعملي بقى هنا طاسة تحطي فيها المعلقة عشان بعد ما تخلصي اللي بيطلع ده تعمليه في بيض، تعمليه في اكل، يعني تستفيدي منه عشان ما نبهدلش الدنيا. ماشي كده. الزبدة ابتدت تفور، اول ما تفور قبل ما تفور يعني اول ما تغلي وطي عليها خالص عشان ممكن تخونك وتفور وتبهدل الدنيا وتخسري سمنتك. بصي ما شاء الله السمنه خضرا ازاي وجميله. وما تبليش الحله، يعني دول فدول 3 كيلو، اكتر من كده ما تحطيش في الحله عشان خاطر ما تفرش منك. توطي عليها بقى ومن حين التاني تقلبي وتبصي عليها كده بقى زي ما انتوا شايفين الزبدة بتغلي. وعشان ما تخسش بقى وانا بقدحها بحط عليها كوباية مية عشان البخار اللي يطلع من المية مش مستعمل. انا حطيت كوباية في الاول وهحط كوباية تاني في النص. تبدأ هي شغالة وطية عليها خالص، ومن وقت للتاني بقلبها. وكده بقت سمنة وخلاص خلصت كده. المفروض هطفي عليها واسيبها بقى لغاية ما تبرد، وبعد كده اعبيها في بطرمانات. بص كده المرطة بتاعتها تحفة ما شاء الله. كده بقى السمنة شايفين اول ما تبقى كده باينة من فوق ومية كده عاملة مية، تبقى كده استوت. شايفين بقى السمنة البلدي على اصولها، شايفين مرملة ازاي وتحفة. كده عملت معاكم منتجات الألبان كاملة كلها. عملت معاكم الفيديو اللي قبل كده الأسبوع اللي فات عملت منه قشطة وزبدة. شايفين متجمدة ازاي، ابتدت تتجمد عشان الدنيا ساقعة. عملت معاكم جبنة قريش وقشطة وزبدة وجبنة كريمي ولبن رايب. ماشي.
احلى فيديو فيه المكونات كلها. يعني انتوا هتشوفوا الفيديو الاولاني على الفيديو ده، وهتشوفوا ازاي ان انتوا تعملوا خزين السنة كلها من منتجات الالبان اللي هي دلوقتي احلى لبن واحلى خير دلوقتي في الشتاء.